حدثنا عزيز ابن الذي زي خريج المعهد العالي للفنون الهئهئية قال: قمت بافتتاح مصنع لصناعة الأمل ونشر البهجة والعسل. اتفضلوا دوقوا بسكوتة بطعم الدنيا المبسوطة واشرب طاقة إيجابية وبس تفتح قلبك على الرأس وتنسى الكذب والهقص. وقاموا العمال بتحضير عروض خطيرة من مبيد الحزن والتكشيرة ومشروب التفاؤل، وهنحل كل المسائل. وكتفنا كائن الكآبة، كائن الكآبة اللي لا يضحك ولا يفرحك، يقول لأبو الهول: اوعى كده وانا اقعد مطرحك. وحكمنا عليه ب50 جلسة زغزغة ورجعناه طفل صغير والنغة. وضحكنا ضحكة جماعية وقالت السيدة حنية: عزيز من لذته، ده بيضحك القتيل وبيمشي في جنازته، ويمشي ولا يهمه كالرك، ويدفن النكد ويسك. وقال عم روقان: ده انا اعرفه من زمان، ده يخليك تطفش من كتر الضحك وتلم هدومك وتفك.